الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله لهذه الجلسة الأخوية في ليلة 18 من الشهر الرابع من سنة 26 و400 وألف الهجرة. إن شاء الله يجعل هذا الاجتماع مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. اجتمعنا من أجل الله وفي الله. ومن عادة السلف إذا قابل بعضهم بعض أن يتناصحوا في الدين، لأنه أكبر أمر في هذه الحياة الدنيا، ومن أجل الدين بعث الله الرسل ونبأ الأنبياء، واتخذ له سبحانه وتعالى أولياء يحبون فيه ويبغضون فيه، ووصفهم بقوله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا شك أن مما يسعى له الموحد الاستقامة على الإخلاص والاستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بغير هذين الأمرين لا يكون للعبد طريق، لأن العمل يرد أو يقبل بهذين الشرطين: الإخلاص لله والتوحيد، ومتابعة الرسول وهو المنهج والطريق. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عظني يا نبي الله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وعلى العبد أن يعلم أنه أول ما يستقيم يكون عنده حماس وتلهف، يريد أن يطبق ما يسمع ويقرأ ويرى من الحق في آن واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، وما شاد الدين أحد إلا غلبه، وعليكم بالتؤدة. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، فإن المشوار والهدف بعيد، ولا يجعل الإنسان لدعوته مراحل. إذا وصل المرحلة هذه تركها واتجه إلى غيرها، بل الطريق واحد، وعليه أن يواصل حتى يأتيه اليقين، ولا يجعل لنفسه فترات يخذله الشيطان عندما يبوء بالفشل أو الإحباط، بل يستمر بقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، وهذا آخر ما يعمل العبد الموحد في الاستقامة وسلوك الطريق المستقيم. ودائما العبد في جميع صلواته الواجب منها والمستحب يقول ويقرأ فاتحة الكتاب أم القرآن 7 المثاني، في آخرها يقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. من هو صراطه؟ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فينظر ماذا فعلت الأنبياء على هذا الطريق، وماذا فعلت الرسل، وماذا فعل أتباعهم، وما فعل الصالحون على هذا الطريق، فليكتفي بأثرهم وليسلك طريقهم، ولا يتجه يمنة ويسرة طلبا لطريق آخر، لأن صراط الله واحد، ومنهج الله سبحانه وتعالى واحد، والتوحيد له واحد، والكل يدعي التوحيد، ولكن التوحيد هو توحيد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. عند ذلك يعرف العبد المنهج السليم ويتحمل الأذى في ذلك، ويصبر ويحتسب حتى يلقى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للأنصار: واصبروا حتى تردوا علي الحوض، إنكم ستجدون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تردوا علي الحوض. فيقول الأنصار: فما صبرنا. فانظروا عندما الإنسان إذا ما يصبر صاب حتى ولو كان من الخيار، فكيف دونهم؟ ولذا الله سبحانه وتعالى يقول:
لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولهذا أيها الإخوة في الله، إن مما بعث الفتن والشرور والآثام هو عدم سلوك الطريق المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره الجنة، وعدم الصبر على هذا الطريق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك بدينه بها كالقابض على الجمر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من ينكل عن هذا الطريق، ما لعدم رغبته في السلوك فيه، أو كأن في مخيلته يريد مصلحة قبل الآخرة، أو لعدم وجود أتباع يشجعونه على هذا. وكل هذا لم تأبى به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل بين الله حالة الرسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ليس معه أحد. فما نكل على الاستقامة، لأن الناس لم ينضموا إليه ولم يستجيبوا له، بل سلك طريق الهدى وإن كان وحده. ولذا يقول الفضيل بن عياض: لا تستأنس لطريق الهالكين لكثرة السالكين، ولا تستوحش من طريق الناجين لقلة السالكين. وأول هذا الأمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا؟ قال: معي حر وعبد. ما سأله عمرو بن عبسة وكان على دين إبراهيم، قال: معي حر وعبد. فالكثرة التي لم تكن على استقامة تكون غششا للداعية من حيث لا يشعر، وقد يباهي الإنسان بالكثرة وإن كان تقي فيخذل. وما حصل للصحابة بمعركة حنين: والله لا نهزم اليوم من قلة. وهكذا فعلى الإنسان إذا عرف الطريق الصحيح أنه يسلكه ولو ما معه على هذا الطريق أحد، فإنه اليوم فرد وغدا جماعة، اليوم مستوحش وغدا آمن، اليوم مشرد ومطرد ولكن غدا في روضات النعيم. ولكن عليه أن يقول الحق ويعتقد الحق ويسلك طريق الصحيح الذي سلكته الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن عندما يستقيم الإنسان سيبتلى ويمتحن، ولكن ماذا يعينه على هذا؟ رب العالمين يرعاه ويحميه. ولنا في قصص كثير من الأنبياء عبرة. إبراهيم عليه السلام أجمع قومه على أن يلقوه في النار عليه السلام، فلم يضطرب ولم يضجر، لأن يعرف أنه على الحق، فنصره الله في الدنيا والآخرة. ونبيكم عليه الصلاة والسلام حصر في الشعب حتى أكل الصحابة أوراق الشجر شدة الجوع، وكان لا يحصل لهم من الطعام إلا ما تسلل به في الليل عليهم نتيجة الأرحام، ومع ذلك نصره الله وأيده. من سلك هذا الطريق لا بد أن يصاب مثل ما أصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تذكرون معركة الأحزاب، لقد أجمع أهل نجد وأهل الحجاز على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بلغت القلوب الحناجر وأدلهم الخطر على الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما صبروا وصابروا انتصروا. وكل دعوة مشابهة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأتيها ما أتى الصحابة وما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد معركة حصلت بين الدعوة في نجد وطاغوت نجران عام 1178 معركة الحائر، وحصل ما حصل على أتباع الدعوة السلفية في نجد من الهزيمة والقتل الشديد، حتى قتل 500 رجل وأسر 200. وعددها ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد أن من القرية الفلانية عدد كذا، ومن البلد الفلاني عدد كذا. جاء الناس إلى الشيخ محمد رحمه الله تعالى قائلين: أين النصر الذي تقول؟ فبين الشيخ رحمه الله تعالى موجب هذه الآية: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء.
فما كان إلا أن عوضهم الله، حيث اجتمع أهل نجد جميعهم ونقضوا البيعة واجتمعوا على الدرعية لوحدها، وخانت الرياض مع من خان، وخان جميع قرى نجد المبايعة، وصاروا ضد الدرعية لأجل قوة بن عريعة، فأصبحت شبيهة بمعركة الأحزاب. فما كان إلا أيام حتى شتت الله شمل المعتدين، ونصر الله دينه على كلمته، فلم يقتل من أهل الدعوة إلا رجلين، والباقون سلط الله عليهم الظما والعطش، وفروا في كل وديان نجد يقتفيهم الموت في كل شعب، فكانت شبيهة بمعركة الأحزاب وغير ذلك. فلا ينتظر الموحد الفرج إلا من الله، ولا يعتمد على غير الله تبارك وتعالى. وكذلك نحن في هذا الزمان تكالبت الحزبية وأهل المصالح الدنية في كل قطر على سب دعوة التوحيد في نجد، والنيل ممن نصرها، والنيل من علمائها، حتى نسبوا إليهم أنهم يكفرون الناس، وأن كتبهم مصدر التكفير، وأن هؤلاء الخوارج الذي خرجوا وعاثوا في الأرض فسادا أن سببها قراءة كتب التوحيد. ولنا الآن أكثر من 300 سنة ما عرف عن أهل الدعوة النجدية ميتهم وحيهم إلا كل خير، ومحبة لكل من دخل هذا الدين بصدق، ونصر الله دينه على كلمته بسبب جهودهم المباركة وكتبهم التي انتشرت. ولهذا يؤيدهم الصنعاني رحمه الله تعالى في قصيدته الدالية: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد، لقد زادني مسراك وجد على وجدي. محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي. ويأتي صوت من إيران يؤيد هذه الدعوة المباركة فيقول: إن كان تابع أحمد متوهب فأنا المقر بأنني وهابي، لا قبة ترجى ولا وثن ولا نصب من الأنصاب. تحرير العقيدة من الشرك. وهكذا أجاب المسلمون الموحدون لهذه الدعوة وكتبوا فيها، حتى أن بعض المستشرقين من اليهود والنصارى ممن أرادوا أن يطعنون في مستقبل الإسلام وماضيه ما استطاعوا أن يطعنوا على هذه الدعوة. يقول واحد من المستشرقين في كتابه الحضارة الإسلامية: من أراد الدين الإسلامي غضا كما أنزل على محمد فعليه بهضبات نجد. ولهذا كيف يأتي هؤلاء السفلة في آخر هذا الزمان ويأتون أمام المستعمر يسبون دعوة التوحيد، وأمام المعتدين ويطعنوا في العقيدة السليمة، ويلقب أهلها بالكفر وعلماءها بالمداهنة، والسابقين منهم بالتكفير، ونسيوا الكتب التي أضلتهم، ونسوا العلماء الضلال الذي بوؤوهم الخزي والعار والعياذ بالله، والذي تصدروا للفتوى وهم غير مفتين، وتصدروا للدعوة وهم غير دعاة، وتصدروا للحل والعقد وهم ليسوا بكفء لهذه المنزلة، بل جعلوا من أنفسهم لكثرة أتباعهم وصايا على المجتمع المسلم والأمة المسلمة. ولقبوا أهل العلم بشر الألقاب، ولقبوا الحاكم المحكم لشرع الله لأنه كافر وأنه يأوي المشركين، بينما هم أولى بهذا الوصف. لا يأتي نازلة على المسلمين إلا أفشوا عيوب المجتمع المسلم لدى أعداء الله. فمن المناصر لأعداء الله؟ هل هو الصاد للأعداء أم الجالب لهم إلى بلدان المسلمين؟ ولهذا أيها الإخوة بالله لا بد من علاج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرعاع الذي وجدهم ابن القيم في زمانه: لا تخشى كثرتهم فهم همج الورى، وذبابه أتخشى من ذبانه. وهكذا بين رحمه الله تعالى عن حالة الناس في زمانه تفشو في ذاك الوقت قوانين الكفر، ما يوجد إلا شريعة الإسلام، ومع ذلك تجد القبوريين وتجد أهل البدع ضد التوحيد وضد أهله. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قل لي وهل سلم النبي وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من كافر ومعاند ومجادل بالإثم والعدوان، فتزعم أنك تابع لهم وما ذقت الذي ذاقوا من العدوان. يا أيها الإخوة، الدعوة ليست بجديدة، إنما هي امتداد من دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ودعوته تكمن في الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة، وأهل الحديث وأهل التوحيد، وهؤلاء موجودين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق
لا يضرها من خذلها ولا من عاداها حتى يأتي أمر الله وهي على ذلك. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أياما بين يدي الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون أيام بين يدي الساعة خداعات كذابات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وتنطق الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا نبي الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. ليه الحاكم سوى كذا؟ ليه الرعية ساكتة؟ ليه العلماء مخادعين؟ وهو ليس بأهل لهذه المنزلة، فإنه لم يستقيم في نفسه، لا في عبادة ولا في أمانة ولا في صدق، ويريد أن يوجه المجتمع على هواه. فهذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتنطق الرويبضة، هذه الرويبضة تميل مع المصالح وتميل مع أهدافها، ولا يهم هذه الرويبضة أنها تضحي بالمجتمع ولا من لبى دعوتهم في سبيل مصلحتهم، لا يهمهم. كم أسقطوا من عالم، وكم ضللوا من مهتدي، وكم غروا من جاهل، وكم أصغى إليهم ممن لا يعرف الحق الصحيح. ولهذا إذا تعلم الإنسان العلم النافع نجا من أحابيل هؤلاء وسلك الطريق المستقيم ولو لم يكن معه أحد. أما إذا أخذ يلتفت يمنة ويسرة فإنه خال الوفاض، ليس عنده علم يشق له الطريق وينير له السبيل. ولذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وخوفي بكشف الشبهات كتاب جليل على صغر حجمه ولكنه ذو فوائد. يقول رحمه الله تعالى: وخوفي على الموحد الذي ليس عنده علم يحاج به الخصوم، فإنه مثل السائر في الغابة وفيها وحوش ليس معه سلاح. موحد تحمس لطريق السلف، تحمس للتوحيد، تحمس للسنة، ولكن أين العدة؟ لو كان عندك سلاح بدون عدة فإنه مثل الخشب، ولكن إذا أعددت العدة لهذا السلاح فعند ذلك تنجو من العدو. وهكذا الموحد يجب أن يتعلم ويعرف الطريق ويعرف من يقتدي به في هذه الحياة، وينهض من الغفلة ولا يضيع الوقت مع هؤلاء. عليه أن يكتفي أثر أهل السنة والجماعة ويقرأ كتبهم ليل نهار، ويعرف تفسيرهم للآيات وشرحهم للحديث حتى يكونوا على بينة. لأن الفرق الضالة الباقية 72 فرقة، كل منها عندها كتب وعندهم تفاسير وعندهم أحاديث، ولكن ينحون منحى أحزابهم وقوميتهم وبلدانهم التي تدعو إلى غير العقيدة. فقولوا بربكم على امتداد دول العالم الإسلامي والعربي أين تدرس العقيدة السلفية؟ ومن ينصر العقيدة السلفية من هذه الدول ولو كانت ناصرة ومدرسة العقيدة السليمة؟ ما انتشرت القبور في بلدانها، ولا كان للصوفية وزن، ولا للرافضة وزن، ولا لأحزاب الضلالة وزن، ولا لفرق الضلالة وزن. ولكن لما أعموا دينهم عن التوحيد عاشت هؤلاء الطحالب في بلدانهم وضيعوا أوقاتهم وهدرت أعمالهم، لأن الله لا يقبل العمل إلا خالصا لله صوابا على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلذا أوصيكم أيها الإخوة بمعرفة انتهى بربكم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وتتبع آثارهم والصبر على ذلك، والنظر في مواقفهم الذي وقفوها ضد هؤلاء المبطلين الذي انطلقوا من أول ما انطلق الخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتبعتهم الرافضة، ثم اتبعتهم المعتزلة، ثم الكلابية، ثم القامية، ثم الأشاعرة، ثم الجهمية، ثم القدرية، وهل من بجر من هذه الفرق الضالة التي صارت أشد على الإسلام وأهله من الكفار الصرحاء. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فساق أهل السنة عندي أحب من تقاة أهل البدع. وقال رحمه الله تعالى في كتاب ابن عبد الهادي اللي هو الراعي والرعية: أيوظف اليهود والنصارى؟ قال نعم إذا احتاجوهم المسلمين. قال أيوظف أهل البدع؟ قال لا. قالوا يا شيخ هؤلاء ينتمون إلى الإسلام ويدافعون عنه، وهؤلاء يهود ونصارى أعداء الله ورسوله. قال هؤلاء لا يخدعون بهم المسلمين، يعرفون أنهم يهود ونصارى فلا ينخدعون بهم. ولذا لما كان المستعمر يهودي ونصراني واضح استقلت البلاد العربية والإسلامية من الاستعمار،
ولكن لما جيء بمن يخدعهم بالدين أصبحوا مستعمرين من الداخل. فلذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هؤلاء يخدعون عوام المسلمين بالدين وهم ضد الدين. أما اليهود والنصارى فهم صلحاء في كفرهم وشركهم ولا ينخدع بهم عوام المسلمين. فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويهدينا سواء السبيل وأن يرنا الحق حقا من اتباعه ويرنا الباطل باطلا من اجتنابه. وصلى الله وسلم على محمد.